السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يلا نشوف الفيديو بتاعنا، بس قبل ما نشوف الفيديو بتاعنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة بتاعتنا. يلا نشوف هنعمل ايه. حبايب قلبي، هنعمل معاكم الزبدة اهي، الزبدة النيوزيلندي بزيت التومين. خلاص اهو بزيت التومين قدامكم اهو. تمام. عندنا كوباية زيت، كوباية زبدة، كوباية حليب. تمام. حليب عادي هنا بخيره، المراعي، اي نوع حليب. تمام. معلقتين ليمون، عصير ليمون، معلقتين خل. خلاص كده اهو زي ما حضراتكم شايفين. كوباية حليب، كوباية زبدة، كوباية زيت تومين، معلقتين خل، معلقتين عصير ليمون. خلاص كده اهو يا حبايب قلبي. هنجيب الخلاط بتاعنا وهنبدأ نحط الحليب والزبدة اهو. همشي معاكم خطوة خطوة وبالراحة، واحدة واحدة اهو. وصل معايا لحد هنا، ما ينسانيش في اللايك، شيروا الفيديو لكل حبايبكم وكل اصحابكم علشان الكل يستفاد. خلاص يا حبايب قلبي، انا هضرب الحليب الاول كده علشان يعمل لي رغوة كده ويعمل لي ايه، فوم كده. بعد كده هنزل بالزبدة. خلاص اهو. اهو كده بضرب فيه حلو، بعمل له فوم كده علشان ايه، انزل عليه بالزبدة. خلاص انا سرعت الفيديو شوية علشان ما يطولش عليكم. تمام. هتعملي الزبدة بكل سهولة وبكل بساطة، مش هتشتريها تاني من بره وبأقل تكلفة، ولا هنجيب زيت نضيف من بره ولا اي حاجة. لا، هو زيت تومين. خلاص. وان شاء الله هعملها لكم برضو بانواع كتير. تمام. هعمل لكم كذا نوع من الزبدة. خلاص يا حبايب قلبي، كده هنزلنا بكوبايه الزبده اللي معانا. دي زبده فيرن يا حبايبي، زبده فيرن. خلاص اي نوع زبده اعملي بيها. خلاص كده يا حبايب قلبي اهو كده. طول ما كنت انا واقفه في المطبخ بفضل اسبح الله واذكر الله واصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. خلاص. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هنزل كده هنا ايه بمعلقتين الخل وبمعلقتين عصير الليمون. خلاص اهو. يبقى احنا بعد ما ضربنا الحليب الاول عمل فوم معانا، نزلنا بكوباية الزبدة وضربناهم حلو. تمام. ضربناهم ضرب كده حلو. بعد كده نزلنا بمعلقتين عصير الليمون وبمعلقتين الخل. خلاص بنفضل نضرب اهو. هيقطع معانا وهيعمل معانا كأنه هيفصل بمعنى اصح. تمام. انا هوريهولكوا برضو دلوقتي. انا طبعا مشغله العجان، انا عامله الخلاط العجان فشغال ضرب اهو. اهو كده. بصوا انا بضرب كمان شويه ضرب متقطع كده شويه اهو. اهو كده يا حبايب قلبي. انا هوريلكم برضو دلوقتي، هنزل الكاميرا عليه اهي. بصوا عمل ازاي معايا، بصوا. بصوا قطع ازاي معايا الحليب والزبده لما ضربناهم نزلنا عليهم بالخل والليمون. بصوا بقى شكله عامل ازاي. بصوا بيقطع معاكي على طول. هننزل بالزيت كده حبة حبة. تمام. ونفضل نضرب 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 حلو.
هنفضل نضرب كويس اهو. هننزل بنص كوباية الزيت الباقية برضو، وهنفضل نضرب لحد القوام ما يبقى كريمي معانا، يبقى الملمس ناعم اهو. انا هوريكم القوام دلوقتي بتاعه اهو. انا بقول لكم اهو، بنزل باقي الزيت اللي اتبقى معايا. هو خد الكوبايه طبعا، هو كل المقادير واحد: كوبايه حليب، كوبايه زبده، كوبايه زيت. خلاص. مش شرط حبايب قلبي نجيب زيت نضيف، لا، احنا عايزين نعمل علشان منكلفش نفسنا، علشان الزبده غليت وكل حاجه غليت، فاحنا عايزين نعمل حاجه اقتصاديه في البيت بكل سهوله وبدون تكلفه. فاعمليها بزيت التومين، وما توقفيش نفسك على اي حاجه معينه غاليه تشتريها من بره. خلاص. انا كنت هنا بضرب حلو، هتشوفوا القوام ناعم معايا وحلو ازاي، طلعت جميله وتحفه. وكمان انا هعرفكم برضو، هوريها لكم، بس استنوا لما تيجي هقول لكم انا ايه اللي حصل معايا بالظبط. خلاص اهو. انا جبت هنا ايه، كنت خلصت ضربت كده الخليط بتاعي كله، وجبت علبه وجبت كيس تلاجة ودهنته زيت. تمام اهو. بقول لكم جميل وتحفه، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. بصوا هنا كنت بجيب ايه، كيس تلاجة، وبقطعه وبدهنه زيت وبحطه في العلبة. خلاص اهو. اهو كده. لو مش عايزة تدهنيه زيت ما تدهنيهوش برضو، لان احنا حاطين زبدة وزيت، فهو مش هيلزق ولا اي حاجة، فمش مشكلة، مش لازم تحطي، مش لازم تدهني الكيسة زيت. خلاص. انا بدأت انزل بالخليط بتاعي في العلبة بتاعتي اهي. انا سبتها هنا حبايبي 6 ساعات بالظبط. تمام، يعني انا سبت الزبدة لمدة 6 ساعات. بعد ال6 ساعات بدأت اشوفها واوريها لكم واقدمها معاكم، هتشوفوا دلوقتي القوام بتاعها وهتشوفوا الملمس بتاعها، هتعجبكم ان شاء الله. بس اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش في اللايك، حط اللايك. اكيد نسيتي تحطي اللايك وانتي بتتفرجي على الفيديو، نسيتي تحطي اللايك، حطي اللايك. ميرسي جدا على الكومنتات الجميله، عايزه اقدمها لكم. خلاص حبايب قلبي، احلى متابعين في الدنيا. اهو كنت هنا خلاص ضربت العلبة كده خبطتين كده على الرخامة علشان اطلع منها اي هوا. بدأت اقفل عليها بالكيسة كده واحطها في التلاجة لمدة 6 ساعات. انتي عايزة تخليها من بالليل للصبح او من الصبح بالليل، دي مش مشكلة عادي برضو، بس انا قعدت معايا 6 ساعات بالظبط وطلعتها. خلاص. هتشوفوا القوام بتاعها دلوقتي، وهتشوفوا الملمس بتاعها ناعم جدا وجميلة. انا كمان كنت ايه مطلعاها من بدري من التلاجة وسايباها على الرخامة، ما كنتش مطلعاها من الفريزر على طول علشان اقدمها لكم، لا انا سبتها بره شوية حلوين. تمام. فهتلاقوها حتى كده شوية معايا مش متجمدة، فانتي سيبيها في التلاجة، وبعد ما اول ما تيجي تقدميها طلعيها من الفريزر على طول وقدميها، هتبقى برضو متماسكة اكتر معاكي. انا كانت متماسكة معايا وجميلة، بس انا كمان كنت سايباها بره. يعني بصوا اهي، وان شاء الله هبقى اعمل لكم برضو منها اكلات ان شاء الله، ووصفات بالزبده اللي انا عملتها معاكم دي، اللي هي بالزيت التومين. خلاص حبايب قلبي، هقطعها معاكم دلوقتي وهوريها لكم واوريكم القوام بتاعها. بصوا الملمس بتاعها ناعم ازاي اهو. طلع الكيسه منها اهو، طلعت الكيسه اهو. بصوا، بصوا الملمس بتاعها، بصوا بتطلع الخرطه بخرطتها، ولا بتفروت منك ولا بتتقطع منك ولا بتتكسر منك ولا اي حاجه. بصوا خرطه بخرطتها وجميله وملمسها ناعم تحفه بجد، تستاهل انك انت تجربيها وعلى ضمانتي. بصوا الجمال، بصوا والله. وكنت كمان اقسم لك بالله كنت مطلعاها من الفريزر
على الرخامة بقالها شوية، يعني ما كنتش مطلعاها من الفريزر على طول ان انا اقدمها معاكم على طول قطعتها، لا انا كنت سايباها كمان على الرخامة شوية. يعني انا كنت سبتها في الفريزر وطلعتها وقطعتها وهي متجمدة، كانت هتبقى احلى من كده بكتير. تمام اهي، بصوا جمالها، بصوا اهي، ملمسها كريمي وجميلة جدا وناعمة وماسكة نفسها وحلوة. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. اهي بصوا انا بقطعها مكعبات، كمان انا مش عارفة ان انا اقطع عشان بصور وكده، فمش عارفة اقطع، مش الوقفة بتاعتي مش مظبوطة. فلو كانت الوقفة مظبوطة وعارفة من الكاميرا كنت قطعتها لكم ووريتها لكم برضو حلو. بس اهو هوريكم برضو مكعب منها اهو. بقول لكم تستاهل اللايك، حطوا اللايك اهو. بصوا الجمال، ولونها جميل ملمسها ناعم وتحفة و... والقوام بتاعها جميل. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. بصوا اهو بوريكم المكعب اهي، بصوا ان شاء الله هتعجبكم، انا واثقه ان هي هتعجبكم. لو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه بتاعتنا وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد. يلا حبايبي جربوها، قولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. هستنى تعليقاتكم الجميله، كومنتاتكم التحفه اللي بتفرحني وبتسعدني. يلا حبايبي اشوفكم على خير في رعايه الله. السلام عليكم، باي باي، مع السلامه.